واحد يدير تيزنيت يتراوح ما بين الرتبة العاشرة والتاسعة. غننتقلوا كذلك لرياضة أخرى، ومعنا السي جمال الرحمن. رياضة السباحة كانت غائبة هذا الموسم، سواء فيما يخص تنظيمات، لأنه كنا شاهدنا إذا ما خدناش الذاكرة ديالي وقيلا قبل سنتين ولا 3 سنوات نظمنا دائما السباحة والغوص تظاهرة في المستوى الكبير، حضر فيها فريق الرجاء البيضاوي للسباحة، السكك الحديدي، نادي المكناتي، وبالتالي كانت فرصة جميلة. باقي كنتذكر حصل الشرف أنني نقدم هذا الحدث هذا، وبالتالي كنا كنتمناو أنه هذه الحالات تبعوا أحداث أخرى تشرف السباحة التيزنيتية. لكن السي جمال غادي يجاوبنا على هذا السؤال هذا، ما السبب في غياب المشهد ديال السباحة في مدينة تيزنيت في الموسم الرياضي الحالي؟ فيما يخص ألعاب القوى، ألعاب القوى التيزنيتية كذلك اللي كانت في السنوات الماضية نجبات عداء كبار وشرفت مدينة تيزنيت. الكل كيعرف بعض الأسماء اللي وصلت العالمية كمحمد ودي أبدي إلى غير ذلك، لائحة طويلة. في السنوات القليلة الماضية اندثرت شبه اندثار رياضة ألعاب القوى، وأنا بطبيعة الحال كمتتبع لهذه الرياضة بالضبط وهذه الاندثار لشخص واحد، لأنه التاريخ يشهد. السي علي بوفتاس عصرو، السي علي دفقير. السي علي بوفتاس كان هو من بين مؤسسين ديال تيزنيت لألعاب القوى، رفقة المرحوم المفتش التربية البدنية السي الطالب الله يرحمه. ملي انسحب السي علي بوفتاس اندثرت ألعاب القوى، وبالتالي اش بقينا كنشوفو غادي باش نبدا في واحد النقاش اخر اللي هو علاقه النتائج الرياضيه بالجانب المادي. ولينا كنشوفوا عدائين في مقتبل العمر ولا كاع مازال ما بداو رياضه العاب القوى، باعتباري هذه الصفه ما عرفتش كتعرفوها هي انني كنت كاتبا عاما لنادي العاب القوى. ولينا حنا ملي كنا كنجريو العاب القوى كانوا النتائج وكنا ما كنقدروش اننا نناقشوا مثلا بمستوى مثلا نطلبوا بشي منحه ولا نطلبوا بشي حاجه اللي هي ماديه. دابا انقلبت الامور، ولاو الدراري كتمشي مع اللاكوس كيتكلاصا 30 40 ملي كيجي الاسبوع المقبل يقول لك خصك تعطيني باش نشري الدواء مثلا وخصك تصيفط لي فراد. انت راه ما عندك حتى المستوى باش تهلا في تيزنيت، خليك تمشي لتيزنيت. يعني حتى العقليه ديال الممارسين الرياضيين في تيزنيت راه عندها تاثير مباشر فيما يقع فيما يخص النتائج في جميع الرياضات. هذه النقطة غادي نرجعوا لها بالتفصيل، لأنه كل شيء كيتسأل ما سبب تراجع الرياضة التيزنيتية. من بين أهم الأسباب التراجع ديال الرياضة التيزنيتية بغض النظر عن الجانب المادي هو لا مونطاليتي ديال الرياضيين ديال تيزنيت. غادي نرجعوا لهذه النقطة من بعد ما ننتهيو نفصلوا في النتائج ديال كل جمعية على حدة. ألعاب القوى قلت إجمالا في طريقها كذلك للانضطار للأسف، في طريقة الانضطار كما قلت فيما يخص المشاركات جد محدودة. فريق تيزنيت هذا الموسم يكتفى بعدائين هما أصلا ماشي ديال ولاد مدينة تيزنيت ولاد مدينة ورزازات، لكن عندهم عقدة ولو هي مجانية بطبيعة الحال مع نادي تيزنيت، حققوا نتائج إيجابية. ولكن فيما يخص الممارسين ديال الشعب ديال تيزنيت راه منعدمين في ألعاب القوى. كاين بن هادي هو ابن مدينة تلغير بالضبط، هو اللي مثل مدينة تيزنيت في 4 سباقات، حتى الرتبة الرابعة في بطولة المغرب الجماعية، وحتى الرتبة الثانية في النصف الماراثون الدولي ديال مدينة أكادير فيما يخص العدائين ديال جهة سوس مسا، وحتى الرتبة الرابعة كذلك في الترياثلون ديال مدينة إفراد ديال 30 كيلومتر، وحتى الرتبة الثالثة كذلك في نصف الماراثون ديال مدينة طنطا. هذه هي أبرز النتائج اللي حقق فريق تيزنيت لألعاب القوى في الموسم الرياضي الحالي. غننتقلوا لرياضات كرة القدم، وغادي نبداو بنادي الاتحاد الرياضي ديال تيزنيت اللي تسلطت عليه الأضواء كثير وكثر عليه القي والقال. علاش أنا تيزنيت ما حقق الصعود؟ نفس السيناريوهات، نفس مسرحيات كما كيسموها الجمهور، نفس مسرحيات تعاد كل موسم. وبالتالي جوهر النقاش هو ما السبب في جعل فريق نادي الاتحاد الرياضي أمام تيزنيت دائما
يعيد نفس السيناريوهات كل موسم. إلا قلنا فريق ما تيزنيت ضعيف غنكونوا على خطأ، يعني فريق ما تيزنيت في 5 مواسم و 6 مواسم الماضية دائما يحتل الرتبة الأولى والثانية إلى غاية الدورة الثانية والثالثة الدورات الأخيرة، ومع عمره ما نزل على الرتبة الرابعة. وبالتالي على المستوى الوطني هذه ليس من قبل المبالغة، فريق ما تيزنيت عنده الوزن ديالو في القسم الوطني الأول هو، ولكن كتبقى واحد النقطة اللي هي غامضة وبسيطة هي اللي كتجعل دائما نادي أما تيزنيت، وغادي نرجعو لها بالتفصيل رفقة الأستاذ سعيد وفقير اللي كانت عنده تجربة مع فريق أما تيزنيت في الموسم الرياضي 2007-2008، وحصل الشرف أنه كان هو من أحد صناع تأهل صعود فريق أما تيزنيت من القسم الوطني الثاني اللي هو القسم الوطني الأول. وبالتالي غنوقفوا على هذه النقطة قبل ما ننتقلوا لنادي تران مع الأستاذ أهدار فريق رجا تيزنيت، لأنه النقاش على ما أعتقد غادي يصب الدرجة الأولى على فريق أما تيزنيت باش نمر النقاش للسي علي وفقير. السي علي وفقير كنتي من بين الناس اللي خدموا بزيمة من الإدارة التقنية لفريق أما تيزنيت في الموسم الرياضي كما قلت 2007-2008، وحققت الصعود بولاد المدينة كما كنقولوا، لأنه من خلال المتابعة ديالي لفريق أما تيزنيت ومتابعة ديال الجماهير دائما المطلب الملح للجماهير علاش المكاتب المسيرة ما كتعتمدش على ولاد المدينة، وكنرجعوا من ديك الأول كنقولوا بأنه فريق أما تيزنيت راه حقق الصعود بالناس ديال ولاد المدينة بالتشكيلة ديالها 100%، وحتى المدرب راه ابن المنطقة. ولكن بمجرد أنه فريق أما تيزنيت حقق الصعود القسم الأول ابتداء من الموسم الرياضي 2008-2009 انقلبت الأمور، انقلبت الإدارة التقنية، تم الاستغناء عن السي علي وفقير، ومنذ ذلك الحين بدأ الاعتماد طيلة المكاتب المسيرة اللي تعاقبت على فريق أما تيزنيت الاعتماد على مدربين من خارج محور مدينة تيزنيت، ما غاديش نقولوا أجانب لأنهم كلهم مغاربة باستثناء كارلوس اللي كان أجنبي، لكن خارج محور مدينة تيزنيت. وبدأت الفكرة ديال المكاتب المسيرة كلها كتتجه نحو الاعتماد على اللاعب من خارج محور مدينة تيزنيت وتم تهميش اللاعب المحلي. والسي علي الفقير اللي كنتذكر وكنت انا كنقرا في جامعة النزور ومشينا تفرجنا في المقابلة ديالنا مع تيزنيت وبنسرقاو ملي كنتو حققتو الصعود، ياك السي علي كان بنسرقاو، وانتهت المقابلة ديك المقابلة فاش الفريق أما تيزنيت تما حقق الصعود رسميا. وملي داز السي علي حنا قلت باقي كنعقل جريتو من التيشيرت عطيتو واحد السؤال ما عرفتش غيعقلني، نعم السي علي السكيري مازال العمل راه مازال ما دخلش المجال ديال الصحافة ديك الوقيته وما تعرفش كاع شنو هو الصحافة، ولكن طاح لي هذا السؤال قلت واش هاد المكتب اللي غيعتمد على السي علي الفقير في الموسم المقبل باش جاوبني إلا شغل المكتب المسيرين، وكان بحال تتابع على السي علي هذاك الماتش هو نخلي مع أما تيزنيت وهذا ما وقع. وبالتالي السي علي الفقير بغينا بنظرته التقنية يفسر لنا ويفسر لوجوه الناظرين اللي حاضرة معنا شنو هما المكامن ديال الخلل ديال فريق أما تيزنيت، لأنه إلا قلنا الخلل كما كيقول الجمهور في المكاتب المسيرة راه غيرناهم مرارا وتكرارا، لأنه كل كان خلف المكتب المسير في عدلته ملي غيتغير المكتب المسير غيجي المكتب المسير جديد، أنا غتكون نتيجة تغيير المكاتب المسيرة وبقات النتائج كما هي. إلا قلنا كاين خلل في اللاعبين راه إلا بدنا نرجعو رجعنا من الموسم 2008-2009 إلى غاية 2016 راه أكثر من 150 لاعب مروا من فريق أما تيزنيت. إلا قلنا بأنه المجالس المنتخبة كما دائما كيرفعوا الجمهور ديال ريزينغ البلدية المجلس الإقليمي العمالة هما اللي مبغوش أما تيزنيت يطلع، راه حتى هما تغيروا مرارا وتكرارا وتغيرت السياسة، ولكن الوضعية ديال الفريق كما هي. إذا السي علي غادي تعطينا الله يجزيك بخير إذا كان ممكن فين كتشوف لنا الفرق